الورقة 58. وكانت ليلة عرس عمرو وهوى ليلة فرح، سكنت فيها النفوس المرهقة وربطت على أكتافها يد السعادة بعد أيام من الشقاء. نال كل منها عوضا عن فقده، وبقدر النقص الذي كان يشعر به كل واحد منهما منفردا، كان الكمال الذي بدا عليهما حين اجتمعا سويا، حتى ظننت أنهما قد خلقا زوجين من قبل أن يلتقيا. الزوجة الجامحة هوى هدأ جموحها وأتاح فرصة لذكائها والخير الذي يملأ قلبها أن يشرقه. ظهر ذلك منذ الأيام الأولى لزواجهما. كانت تزور نساء الحي وتجود عليهن بالمودة والعطاء، وكان صدقها كفيلا بأن يشق لها طريقا في قلوب النساء اللائي كن ينظرن إليها نظرة استعلاء في بادئ الأمر. وثبت ذلك من مكانة عمرو أيضا بين الرجال في بني يطور، فلا شيء يرفع قدر الرجال مثل نميمة النساء في الليل. كان النساء يصطفدن في الحديث مع أزواجهن عن كرم عمرو وزوجته، ويثنون على برهما بالضعفاء حتى شاع حبهما بين الناس. واستيقظنا ذات صباح على جلبة شديدة وضربات الطبول تقرع في الطرقات. خرجنا من الدار فرأينا جوقة من الأحباش تسير في الطريق، تتعلق على بطونهم طبول ربطت بأحبال إلى رقابهم، وفي أيديهم مطارق كبيرة من جلد البقر تقرع الطبول فتترنج لها جدران المنازل. وتسير خلفهم ناقة يعلوها رجل يرتدي زيا مزرقشا وينادي بصوت عال: أبشروا يا أهل بكة، عاد عمرو بن لحي، عاد سيد خزاعة. لم نرى نداء بتلك الطريقة من قبل، وكأنما أراد عمرو بن لحي أن يرسل البشارة بعودته، ومعها تهديد لمن ظنوا به الهلاك. عند منتصف النهار كان أهل بكة جميعا يقفون عند سفح جبل خدنمة ينتظرون قدوم القافلة التي لاح غبارها في الأفق عند جهة الشمال. خرجت أنا وليس وعمرو وشهبور أيضا لرؤية القافلة. بعد أن سرت شائعات بأن عمرو بن لحي قد عاد بشيء من كنعان سيذهل قبائل العرب، ولأول مرة يتوقف الطائفون عن طوافهم حول الكعبة. تركوا أماكنهم وصعدوا إلى الجبل بعد أن حملت الرياح أصوات الطبول الآتية من جهة الشمال، وكأنما عاد عمرو بن لحي بجيش وليس بقافلة للتجارة. انقشع غبار الرمال رويدا رويدا، واتضحت معالم الصورة التي أزاغتها أشعة الشمس، فبدت جلية واضحة كضربات الطبول التي ملأت جنبات الوادي. كانت القافلة تسير وأمامها تمثال هائل وضع على محفة من الخشب لها عجلات، ويجرها 10 ثيران وعشرات الأحباش، ومع كل خطوة يزحفونها كان يعلو صياح الأحباش وهم يقولون: هبل هبل هبل. سألت عمرو مستنكرا: ماذا يهتفون؟ وما هو هبل تلك التي يقولونها؟ قال عمرو: لا أدري، أسمعهم يقولون هبل. رأيت الوجل على وجه شهبور وقال: إنهم يهتفون لبعل. نطقنا في صوت واحد: بعل. قال بصوت مرتعش وهو يشير بيديه إلى التمثال الذي يجره الأحباش: نعم، لقد عاد عمرو بن لحي بتمثال بعل إله الكنعانيين. أفسحت جموع الناس الطريق أمام التمثال الراقد على ظهره. مر من أمامنا فخفقت قلوبنا رهبة للونه الأحمر الذي جعله يبدو كشيطان نحت من العقيق، رغم أنه كان على هيئة إنسان. وزادت صيحات الأحباش ودقات الطبول من الرهبة في قلوبنا. نظرت بعيني إلى عمرو بن لحي الذي كان يعلو هودجه، وهو ينظر بعينيه يمينا ويسارا في شموخ إلى الجموع الواجفة، وبدأ أصغر عمرا وأقصر قوة مما خرج من بكة. عن يساره كان هودج طريفة العرافة التي كانت عيناها تقحدان كجمرتي نار، وعن يمينه ولده ثعلبة. توقف الأحباش أمام الكعبة، فتوقفت صيحاتهم وقرعت الطبول ثلاثا، ثم توقفت إيذانا ببدء عمرو بن لحي في الكلام. لم ينخ عمرو بن لحي الناقة، بل ظل فوق ناقته ينظر إلى الناس الذين اشرأبت أعناقهم نحوه، ويجول ببصره في وجوه سادة بكة بنظرة جمعت بين الشماتة والبغض.
وخيم الصمت والسكون على الجميع، وكأنهم قد صاروا أصناما، كذلك الصنم الراقد على ظهره. شعرت برعدة في جسدي نفضتني عن ذلك العالم، وتلونت أمام عيني السماء بألوان شتى زادت من رجفتي. أشرت بإصبعي إلى السماء لعل أحدا يؤكد ما أراه، ولكن لم يلتفت أحد إلى إشارتي. أردت أن أتكلم، ولكن صوتي كان مخنوقا، فصرخت فلم يغادر صراخي حلقي. شممت رائحته التي صدعت أنفي يوم قادش برنيع، وسمعت وقع خطواته كضربات طبول الأحباش. تلففت حولي أتلمس النجدة من عمرو وشهبور وليس، ولكنهم كانوا جميعا كالأحجار الجامدة. سمعت نغماته التي تغني بها من قبل، وكأنها ترانيم تستدعي القرابين من دماء البشر. تداخلت ترانيم مع كلمات عمرو في أذني: اطفئوا النور بظلام القبول، أنا عمرو بن لحي، احرقوا الأرض بحقد النفوس، وهذا هو صنم الرب قد تجلى عليه الرب بقدرته فأشفاني. العنوا محبيكم، من دعا إلى غيره فقد آذاه بحرب، ومجدوا لاعنيكم، ومن تقرب إليه فقد تقرب إلى الله زلفى. انصروا بذور الكره حتى أراها تثمر، من لم تسعه بكى وهبل فليرحل عنها. انشروا عبير الدم حتى أراني أثمل، ومن منع الحجيج عنه فقد أهدر دمه. أروني دموع الندم بلا توبة، ومن ظن أنه أعز على العرب من جرهم فليحز حزوها. أروني صراخ اليأس بلا رجاء، أما من خضع لأمرنا فقد نال من عز خزاعة. وإذا بعمرو بن دومة يصرخ بصوت عال صرخة أعادت الحياة إلى الأصنام الجامدة من بني إسماعيل: كفى، لن يدنس بيت الرب بأصنام الكنعانيين. أشار عمرو بن لحي بعصاة قصيرة في يده نحو عمرو بن دومة وقال في كبرياء: من أنت؟ قال عمرو: أنا عمرو بن دومة بن عابر. وكأنما تذكر عمرو بن لحي اسم أبيه، فقطب حاجبيه وقال: ألم يطرد أبوك من بكة ذليلا؟ قال عمرو وقد احمر وجهه من الإهانة: بل خرج منها عزيزا بعد أن دافع عن الحق، واليوم أثبت أنه كان على حق. ثم أولاه ظهره والتفت نحو بني إسماعيل، وصار بينهم وهو يضع يده على صدورهم، وكأنه يريد أن يطمئن أن صدورهم قلوبا تنبض، وقال في صوت يخنقه الرجاء: يا بني إسماعيل، يا بني قيدار ويطور ونابت، يا حجيج بيت الله، هذا دين آبائنا يبدل أمام أعيننا. ها هي الأصنام التي حطمها أبونا إبراهيم في أور يحملها الشيطان إليها أنها في بكة، فماذا أنتم فاعلون؟ لم يجد عمرو إجابة منهم رغم دموع الحزن التي انسابت على وجوه بعضهم. قال عمرو مذهولا: أجيبوني، قولوا إنكم لن تسمحوا بأن نتقرب إلى صنم من دون الله. أنطقوها بأفواهكم وامنعوها بأيديكم، وقولوا إن أولادنا لن يصدرونا، ولن يقولوا هؤلاء الذين أضاعوا دين آبائهم. أجهش بعضهم بالبكاء، بكاء العاجز الذي لا يملك من أمره شيئا. فصرخ عمرو وهو يضرب بأيديه على صدورهم: لماذا تبكون كالنساء؟ ما الذي تخشونه؟ أتخشون الموت أم الجوع أم الفقر؟ ثم التقط حجرا صلدا من الأرض وقذف به تجاه التمثال في قوة وهو يصرخ في جنون: أم تخشون تمثالا أصم لا ينطق ولا يسمع؟ ارتطم الحجر بيد التمثال المصنوع من العقيق، فتحطمت بددا، وخيم الذهول فوق الجميع بمن فيهم عمرو نفسه. وحين أفاق عمرو بن لحي من الصدمة صرخ في صوت فاق صوت الشيطان في الجحيم، وقال للأحباش: اقتلوا ذلك الآبق واجعلوه عبرة لمن يعتبر. فانقض الأحباش عليه يمزقون جسده بالسياط والعصا. لقول الحق مهابة تهتز له يد الباطش. وهذا ما شعر به عمرو بن لحي حين رأى جمعا من بني يطور ومن بينهم ليس وشهبور وأنا يشتبكون مع الحراس للدفاع عن عمرو. خشى ابن لحي أن تجد كلمة الحق صداها في الرؤوس المنكسة، أو أن يثير مقتل عمرو الحمية والرغبة في الانتقام، فنادى في الأحباش: يكفي هذا، لن نسفك الدماء في حرم الكعبة. ثم أرعد في وعيد: ولكن رحمة هذا النصب من رحمة الكعبة، ومن يمسه بسوء
فقد أهدر دمه. ثم نادى في الناس وقال: أيها الناس، ما دعونا لعبادة هبل من دون الله وما ينبغي، وما أجرى الله شفائي بشفاعته إلا بأمره، فمقدرة الله في يده يضعها حيث شاء، حتى وإن كانت في حجر أصم. رأى الاستنكار في العيون الكثيرة فقال: لو لم يكرم الله الحجر لما أمرنا بالطواف بالبيت ولا بتشريف الحجر الأسود. ثم قال: أرأيتم إن نزع رجل من بينكم الحجر الأسود وألقى به في البحر، ماذا يكون من أمركم؟ طال الصمت لحظات، ثم قال رجل على استحياء: ما يكون لنا من منسك بعده. ثم قال آخر: والله نكون كمن كان نزع الشرف عنه. لمعت عيني ابن لحي وقال: وهذا والله ما أبغيه، أن أزيدكم شرفا إلى شرفكم، ولو لم يكن هذا النصب من شأن في أرض الله ما عبده أقوام في مشارق الأرض ومغاربها. ثم هتف في الأحباش بصوت جهوري: ارفعوا الصنم بين الركن والمقام وادعوه كي يقربكم إلى الله زلفى. ثم التفت إلى عمرو وقال: أما أنت يا ابن الطريد، فقسما برب هذا البيت لو رأيتك في بكة أو ما حولها لأحرقتك حيا، ولأقدمنك قربانا لهذا التمثال. وبينما كنا نحمل عمرا عائدين به إلى المنزل، ارتفع صوت الأحباش مرة أخرى وهم يقولون: هبل هبل. والتفت خلفي لأجد رأس التمثال الأحمر تعلو من رقدتها حتى جاوزت بيت الرب، وصوت ابن لحي يرتفع في السماء قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. الورقة 59. استقبلتنا هوى بالصراخ حين رأت عمرا مدقرا في دمائه، فنهرها عمرو عن ذلك الصوت واهن. وضعناه على أريكة في صحن الدار، وصرف ليس الجموع من بني يطور التي تجمعت أمام الدار برفق، ثم أغلق الباب. عاونني شهبور في إجلاسه كي ننزع قميصه الذي التصق بجروحه في رفق. وحين مسحت الدماء بخرقة مبللة عن جسده انفجرت الدموع من مقلتيه، لا من الألم وإنما من القهر. قال في حرقة ألهبت عيوننا بالبكاء: ليتني مت قبل أن أرى بيت الرب مدنسا بآلهة الكنعانيين. ربط شهبور على كتفه قائلا: هون عليك يا عمرو، لن يجدي موتك شيئا ولن يغير من الأمر شيئا. قال ليس وقد امتزج خوفه بقلقه: لن يتركنا عمرو بن لحي ولن ينصرنا بنو إسماعيل. قال شهبور مؤكدا كلامه: نعم، أظنه لا مقام لنا في بكة. قال عمرو وقد أوجعته الكلمة وأفجعته: أهرب من بكة، أترك الأمانة التي أحملها وأهرب؟ قال ليس مترددا: نبتعد قليلا يا عمرو، لا قبيل لنا بجيش خزاعة، وقد كنت تنوي السفر بعد الحج على أي حال. جسمت الحقيقة على صدره حتى كادت أن تزهق أنفاسه، فقال بصوت واهد: الحج؟ أي حج؟ والبيت قد جاوره صنم، والنداء قد صار يدعو لشريك. ثم أجهش في البكاء وقال: أين أنت يا شيخ عابر؟ أين أنت يا شيخ نابت؟ أين أنت يا أبي؟ لماذا تركتموني أحمل ذلك العبء وحدي؟ قلت مهونا عليه: ذلك يوم لا يحمل فيه إنسان عن إنسان يا عمرو، بل يحمل كل إنسان تبعة اختياره. نظر إلي مستنجدا فقلت: لن يستنطق ابن لحي ألسنة الناس بالنداء، ولن يلقي في قلوبهم التوسل إلى صنم. صدقني يا عمرو، إذا أنكرت قلوبهم ستخرس ألسنتهم. قال: سيتبعه الجائع والمعتري. قلت: لو كان إيمانهم لأجل الطعام والكساء فلا خير فيهم. قال: سيغدق بالأموال على قبائل العرب وسادتها كي يتبعوه. قلت: لو تبعوه فلا خير فيهم أيضا، وأولى لك أن تغادرهم فارا بدينك. قال حزينا: أأترك بكة؟ قلت: خيرا من أن تقتل فيها. قال: وبيت الرب؟ قلت: الرب لا يسكن البيوت، الرب يسكن القلوب. قال: ودعوة أبينا إبراهيم؟ قلت: تحملها في قلبك وتبلغها لمن لم تصل إليه. قال مجدوها: أهكذا تكون شمس بكة قد أفلت؟ قلت: تغرب الشمس من مكان وتشرق من مكان آخر،
ولكن نورها يسطع على الأرض كلها. قال: وأين أجد شمس الإيمان الآن؟ أسرع شهبور قائلا: هي الآن في برية سين. قال عمرو مشدوها: نتبع نبي العبرانيين موسى؟ قال شهبور: هو من يحمل شعلة الإيمان. قال عمرو: لم يرسله الرب لبني إسماعيل. قال شهبور: يهتدي المرء بالنور أينما وجده. قال: وشريعتنا؟ قال شهبور: لا شيء يعدل السير عن هدى نبي. قال عمرو: قلبي ينفطر على بكة. قلت: لعل الرب يرسل إليها من يحمل شعلة الإيمان من جديد. عاد يقول: وبيت الرب من يعمره. قلت مرة أخرى: الرب لا يسكن البيوت، والقلوب العامرة خير من البيوت الخاوية. صمت قليلا، وقبل أن تثور نفسه بسؤال آخر سمعنا رعدة اهتزت معها الأريكة التي نجلس عليها. ولم تمض لحظات حتى سمعنا صوت زخات المطر يهطل فوق عريش البيت. فتح ليس الباب، وأسرعت أنا وشهبور خلفه. رأينا مطرا غزيرا، وبعض الأطفال تلهو تحت المطر. خرجت من الباب وأنا أقي وجهي من زخات المطر اللاسعة. نظرت إلى السماء الغائمة، فرأيت سحابا متراكبا يزحف من جهة الغرب إلى سماء بكة حتى حجب الشمس التي مالت إلى الغروب. قلت متعجبا: كل هذا المطر ولا تزال المزن حبلى بالماء حتى تبدلت السماء. كيف تبدلت السماء هكذا؟ قبل أن يجيبني أحد أومضت السماء ببريق برق خطف أبصارنا، ثم تبع ذلك رعدة أخرى انخلعت لها قلوبنا، واشتد معها المطر أكثر. هرول الأطفال مذعورين لرؤية الصاعقة، واختبأوا في حمى دورهم. وقال شهبور بصوت مرتعش: السماء غضبة على بكة، رحماك يا رب العالمين. ذكرني ذلك المطر بسيل كاد يقتلني أنا وأروى صغارا في رسة. وتذكرت في تلك اللحظة أروى، شعرت بالخوف عليها وعلى إبرام، فمنزلنا يقع في سفح البطحاء، ولو انهمر السيل لأطاح به. أخذت شالا من فوق كتف شهبور، ألقيت به فوق رأسي، وخرجت مسرعا إلى الطريق. ناداني ليس: إلى أين يا شمعون؟ المطر يزداد. قلت وأنا أمسح وجهي بطرف الشال: أشعر بالخوف على أروى، منزلنا أسفل السفح وقد يغمره السيل. قال ليس وقد شعر بالوجل: انتظر سآتي معك. قلت: كلا، اذهب أنت إلى دارك، وخذ معك عمرو وهوى وشهبور، فدار الشيخ نابت أبعد ما تكون عن مجرى السيل. انطلقت في سرعة، فقد شعرت أن هذا الصيف لن يأتي بخير. رأيت الناس تحتمي بدورهم، ومن لم يملك منهم سقفا يأويه صعد إلى أعالي الجبال كي يحتمي بالكهوف والمغارات. نظرت إلى الوادي فرأيت البيت مهجورا لأول مرة. يقف إلى جواره ذلك التمثال الأحمر القبيح، وعلى مقربة منه تمثالي إيساف ونائلة. دعوت الرب أن يزيل السيل تلك الأصنام التي أحاطت ببيته، ثم انطلقت مهرولا نحو السفح المنحدر. سقطت مرات ومرات، ولكني كنت أقوم في كل مرة وأستأنف العدو غير عابئ بثيابي المتسخة. وبين لحظة وأخرى كنت أنظر إلى تلك السحب التي تخطو كالجبال نحو سماء بكة. وصلت إلى البيت، دفعت بابه بقوة، فوجدت أروى تقف مذعورة في الفناء الذي غمره الماء حتى وصل إلى منتصف ساقيها، وهي تحتضن ولدنا إبرام. صرخت حين رأتني وقالت: الماء يغمر البيت يا شمعون. قلت لها مسرعا وأنا أمسك يدها: لا تخافي، هيا بنا. ثم سألتها: أين أم السعد؟ قالت: ذهبت عند أمي في دار ليس منذ الصباح. قلت لها: حسنا فعلت، هم في أمان الآن. خرجنا إلى مربط الدواب الذي غمره الماء أيضا، فاستقبلنا قطرات البرد التي ارتطمت بوجوهنا كحبات الحصى. صرخت أروى وهي تحمي وجه إبرام بيدها. خلعت الشال عن رأسي وحميت به رأسها ووجه إبرام. فككت عقال البغلة التي كانت تدور في قلق، وأخذت أربط سروجها إلى العربة. وقد اشتدت حدة المطر، وصار الماء يتدفق من جدران المربط. انتهيت من ربط السرج، فوضعت أروى والطفل في العربة، وقلت لها: تشبثي جيدا. قفزت فوق العربة وجذبت
وجذبت لجام البغلة وأنا أصفع ظهرها بقوة كي تنطلق، وكأن البغلة كانت تشعر بالخطر هي الأخرى، فأطلقت لساقيها العنان وانطلقت بعيدا عن السفح الذي أخذت حوافه تنجرف بالماء رويدا رويدا، وبدا أن السيل سينهمر في أي لحظة. وصلت إلى جبل الحجون فضربت البغلة كي تصعد، ولكن عجلات العربة تعلقت بالصخور. نزلت من فوقها كي أخف حمولتها وجذبت العربة مع البغلة، ولكن العربة علقت وأبت أن تتحرك. لاح لي أن أتخلص من العربة حتى لا تعيق البغلة. أنزلت أروى والطفل وأخذت أفك السرج في سرعة، فجأة جاءتني صرخة أروى في رعب وقالت: السيل! نظرت فإذا بي أرى سفح البطحاء ينهار وقد علاه موج كالجبال، غمر في طريقه كل شيء وسحق منزلنا، ثم هبط نحو الوادي في سرعة محملا بالصخور، وبقايا دور صارت أثرا بعد عين. ألقيت سرج البغلة وحملت أروى ووضعتها فوق ظهر البغلة مع إبرام. لففت اللجام على يديها وقلت لها: تشبثي جيدا. ثم ضربت ظهر البغلة بيدي في قوة فانطلقت تصعد الجبل وكأنها تفر من الموت. صرخت أروى: وأنت يا شمعون؟ قلت لها وأنا أصرخ: لن تحملنا البغلة جميعا، لا تنظري خلفك ولا تتوقفي إلا فوق الحجون. ونظرت خلفي فوجدت السيل يقترب وقد فتحت أمواجه فكيها وأخذت تلتهم في طريقها كل ما يعترضها. دارت في رأسي ذكريات عدة متلاحقة. تذكرت يوم انشق البحر بعصا موسى، تذكرت أمي وهي تعصب عيني كي لا أراها تغرق، تذكرت قبعة الفارس المصري وهي تطفو فوق الماء، تذكرت دعس وهو يحاول قتلي، تذكرت كل ما مر بحياتي من مخاطر. في ذات اللحظة التي رأيت فيها الماء يرتفع فوق رأسي كطود عظيم يصل إلى عنان السماء، حينها قفزت فوق العربة الخشبية وأمسكت جانبيها بيدي وأنا أغمض عيني بقوة. شعرت بالماء يرتطم بظهري ورأسي في قوة، ولكنه لم يفقدني وعي. غمر الماء أنفي وأذني، فتوقف الزمن وانقطع صخب السماء الغاضبة من حولي. مضت لحظات لا أدري مقدارها وأنا تحت الماء. أغلقت صدري على ما بقى به من هواء حتى لا أفقده. فجأة اهتزت العربة فتشبثت يدي بجانبيها أكثر، وفي اللحظة التالية تحركت العربة وبدأت تطفو. استسلمت لحركتها وتجمد جسدي فوقها حتى صرت قطعة منها. أفلتت زفرات من الهواء من فمي رغما عني، فوجدت صدري يخلو من الهواء رويدا رويدا. شعرت بأنفاسي تهزق ووددت لو أشهق، ولكنني كنت أدرك أن الموت حينها سيكون حليفي. شعرت بقبضتي ترتخي فوق العربة وفتحت عيني رغما عني. فجأة شعرت بالعربة تسرع في طفوها حتى خرجت إلى السطح. سعلت في قوة وأنا أطرد الماء من أنفي وفمي. شعرت ببرودة شديدة، ولكنني كنت ممتنا لأنني ما زلت حيا. طفت بالعربة مع مجرى السيل إلى أن توقف في موضع ضحل فيه الماء، فقفزت من فوقها وصعدت بجهد بالغ إلى ربوة آمنة، ثم ألقيت ظهري إلى الأرض وقد بلغ بي الإعياء مبلغه. نظرت بعين زائغة إلى السماء التي انقشع غمامها رويدا وكأن جيوشها تنسحب بعد أن أفنت أعداءها، ثم صرخت بأعلى صوت قبل أن أفقد وعي: أروى!